أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدي برنامج حلوة يا بلدي، ومن داخل قصر ثقافة الأنفوشي يسعدنا أن نلتقي في معرض الفنون التشكيلية بإحدى العرضات. أهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. أهلا بيك. نحب نتعرف على اللوحة اللي سيادتك مشاركة بيها في المعرض. دي لوحه سوفت باستل مقاس 50 ب 70. هي عباره عن اسكندريه. انا النهارده شاركت في قصر ثقافه الانفوشي في اسكندريه، ففرحت ان انا مشاركه هنا بالمناسبه دي. حبيت اعمل حاجه تعبر عن اسكندريه والمعرض واللوحه والمراكب والخضره والميه والوجه الحسن زي ما بيقولوا. هل بتقصدي اسكندرية عروس البحر؟ ايوه اقصد كده، هي عروسه البحر فعلا. وهي فعلا باينة عروس البحر. بس الألوان زاهية وجميلة ومفرحة وتدي طاقة إيجابية. تدي طاقة إيجابية، والبحر والمراكب واسكندرية وانعكاس المراكب في المية والشمسية ونظرتها الخجل مع استمتاعها بالبحر وحب الحياة وحب اسكندرية. بالظبط كده. ودي تدي طاقة إيجابية للمشاهدين. طبعا. واخدة بالك؟ إيه بقى اللوحات اللي بتفكري تعمليها بعد كده؟ أنا دايما بعمل حاجات معبرة، يعني لا إما تبقى رسمة معبرة، لا إما رسمة في الحياة، مثلا حاجة زي منظر طبيعي، حاجة جميلة فيها حاجة أو حاجة فيها فكرة مثلا معينة بتناقش القضية كده. بالظبط كده. يعني عايزة تربطي الفن بالأحداث المجتمعية أو بالجمال. الفن ده رسالة جمال ورسالة إقبال على الحياة واستمتاع بالفن بالمناظر الطبيعية بالحياة. دي رسالة جميلة جدا لأي فنان بيقدمها، يعني بقدم ده وبقدم ده. تمام. هي نظرة جميلة للحياة وبتدي نوع من التفاؤل. طبعا. إن الإنسان يستمر في الحياة ويستمتع بيها. ويبقى مستمتع بكل حاجة جميلة. والبحر ما فيش أحسن منه، الراحة النفسية بالظبط كده. والأفق الواسع والتأمل أيوة بالظبط كده. وكل حاجة. طبعا. والسمك طبعا اللي بيطلع باسكندرية وأسماك الأنفوشي. تمام كده. كل حاجة. بنشكر سيادتك ونتمنى لك الخير دايما. ميرسي يا فندم. ميرسي لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا.